تتغيرش. الشاب دوت قرر انه يغير حياته، وقال ايه، انا هبحث عن شغل جديد. عمل ايه، قعد يدور على فرص عمل جديدة ويدور ويدور. طبعا في الوقت دوت مفيش اشغال كتير، يعني اللي بيلاقي شغل بيمسكه، يعني ربنا يصلح الحال الناس يا رب. المهم فضل الشاب ده يدور على شغل جديد تاني. بعدين لقى فرصة، بيقول ايه، الله ده انا لقيت فرصة، ايه يا ترى الفرصة دي؟ كان بيبحث عنها، وهعمل انا في الشغل دوت في شركة صغيرة كده، وهستطيع ان انا ايه، اطور مهاراتي واشتغل شغل جيد. بدأ الشاب دوت اشتغل في الشركة الصغيرة دي، ووجد نفسه يعمل في بيئة مريحة وممتعة. الشغل اللي هو مسكه جديد دوت لقى نفسه ان هو، تسلم ايدك، اهلا وسهلا، تسلم ايدك. متابعة من احمد برضو، ربنا يبارك لك يا احمد. آه، لقى المكان حلو ولقى نفسه ان بقى مرتاح نفسيا، وبقى الشغل بقى ممتع ومريح معاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بدأ يطور من مهارته ويعمل بجد، وايه بقى ما شاء الله، يعني واحد من اهم الموظفين في الشركة. العبرة هي القصة، من القصة ان التغيير يمكن ان يكون جيد، وان العمل في بيئة مريحة وممتعة يمكن ان يساعد في تحقيق ال النجاح. يعني اما تكون في مكان كويس ومكان ممتع كده تسلم لي يا احمد، تسلم لي يا حبيبي، ما تحرمش منك ومن ذوقك يا ابني. بارك الله فيك يا حبيبي، ربنا يكرمك ويصلح لك حالك ويسعدك يا حبيبي. الأمثلة هي إن المرونة بتخلي الشخص إن يعمل بمرونة ويكون أكثر استقلالية. التطوير يمكن الشخص أن يطور مهارته ويعمل بجد في بيئة مريحة وممتعة. والنجاح هو يمكن للشخص أن يحقق النجاح ويصبح واحد من أهم الموظفين في الشركة. المهم ان احنا نلاحظ ان العمل في شركة صغيرة يطلب الجد والاستثمار في المهارات والعمل بجد. الواحد لما بيشتغل بيحاول ان هو يكبر في نفسه ويشتغل بجد ويشتغل باتقان في شغله وبأمانة، عشان يوصل ويستمر في الحاجة اللي هو عايزها. بتقول ايه، انا عشان اقرا كده. ممنوع ذكر اسم قناة هذا ونحترم، مش عارفة بيقول ايه، مش شايفة، ثواني عشان النضارة بتاعتي مشكلة، مش لاقية النضارة التانية بتاعت القراية. ايه، مش شايفة بجد والله، مش شايفة انت بتقول ايه يا احمد. ممنوع ارقام، ممنوع الدين، ممنوع ذكر اسم قناة هذا، ونحترم لايف، نحترم. في حد قال ايه يعني؟ منورين، احمد بيقول منورين امي حضرتك. مش استنى، ليا اشراف لحد، لا لا، ومش بتيجي ومش بتيجي، امسحي مفاتيح من جوجل. لا لا، انا ما فيش عندي حد اشراف، انا مش عامله اشراف خالص، مش عامله اشراف. ربنا يبارك لك يا احمد، ربنا يصلح حالك يا ابني يا رب، ربنا يصلح لك الحال يا رب يا ابني. لا انا مش عامله اشراف خالص، لا. طيب كويس يا امي، انا معاكي كل يوم. اهلا بيك يا احمد، اهلا بيك يا حبيبي، اهلا بيك، اهلا بيك، اهلا بيكم جميعا، اللي موجود معايا واللي مش موجود، اهلا بيكم يا حبايبي.